قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. ويا ريت ما سمعش ملخص الاجزاء اللي فاتت من المسلسل ده وراح يسمعهم من القناه، ولينك الاجزاء القديمه هتلاقيهم موجودين في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. وصدقني بقولها لك، لو ما سمعتش الاجزاء القديمه مش تفهم حاجه من اللي هنتكلم عنها النهارده. بيبدا الجزء الجديد مع سيرسي وهي رايحه تشوف ابوها تايوين قبل ما يدفن. فاول ما راحت هناك شافت جيمي واقف عند جثه ابوه وحاسس بالندم انه حرر تيريون فقتل ابوه. طب تيريون بالمناسبه يعني راح فين؟ تيريون يا صديقي لقي نفسه فجأة طلع من الصندوق اللي هرب منه آخر مرة من الكينجز لاندنج، فلقي نفسه موجود مع فارس في مدينة بنتوس الموجودة في قارة اسوس، يعني نفس القارة اللي دينيريس فيها حاليا. تيريون في اللحظة دي كان بائس وحزين وعاوز يشرب لغاية ما يموت وهو بائس وبس، لكن فارس جه عنده وقال له اللي انت ما تعرفوش هو اني بخدم دينيريس تارجيريان من زمان وبنقول لها معلومات المملكة بشكل او باخر. انا انقذتك لان مش كتير هلاقي ناس زيك تبقى عاوزة المصلحة العامة. تعال معايا لدينيريس وساعدنا نربحها على عرش المملكة وهي فعلا هتخدم الكل. تيريون وقتها ما كانش موافق لانه حزين ومش بيفكر في الكلام ده كله، بس في الاخر اقتنع لانه كده كده خسران كل حاجه فليه ما يجربش. وفعلا ركب تيريون عربيه مع فارس وراحوا على دينيريس. الفكره هنا كانت ان الطريق طويله جدا، ففضلوا فارس وتيريون فتره طويله في العربيه وما طلعوش. فسال تيريون ليه ما نطلعش نشم شويه هوا ونرجع تاني؟ فقال له فارس اختك سيرسي عارضه سعر كبير جدا للي يجيب لها رقبتك، وانت لو نزلت من هنا ممكن تكون في خطر كبير. فانا يا صديقي لو بصينا في المملكه هنلاقي ان سيرسي فعلا في 2 قتلوا قزم عادي جدا من الشارع وجايبين راسه لسيرسي على انها تيريون، لكن بما انه مش هو فخلتهم يمشوا ويدوروا اكتر. بعد شويه طلبت سيرسي جيمي عشان في هديه غريبه جات لها من دورن. فاول ما راح لها جيمي ليه الهديه هي عباره عن ثعبان محطوط فيه سلسله مارسيلا بنت سيرسي، واللي لو تفتكر فتيريون بعتها في الموسم الثاني على دورن عشان تتجوز ابن الملك اللي هناك. طب ليه دورن باعتين لسيرسي سلسله بنتها؟ هقول لك فاكر في الجزء اللي فات الامير اوبرين اللي مسكوا ذا ماونتن وهرس راسه؟ ما انا نسيت اقول لك ان الحاج ده يبقى اخو ملك دورن اللي مارسيلا هتتجوز ابنه. بس هل فاكر ان ملك دورن هو اللي بعت السلسله لسيرسي كتهديد؟ بص يا سيدي، لو احنا بصينا في دورن هنلاقي ان مارسيلا كبرت ما شاء الله عليها وماشيه مع ابن الملك عادي جدا، لكن الفكره هنا في الاريا مرات اوبرين القديمه، واللي بنلاقيها راحت لاخو اوبرين الملك واللي هو اسمه دوران وقالت له اخوك اتقتل وانت سايب بنتهم عندنا هنا، سيبني عليهم وانا هبعت لهم بنتهم حتت. فقال لها دوران اخويا مات في محاكمه بالنزال، يعني ما حدش اغتاله ولا حاجه، لكن انا مش هحارب حد ولا هعذب طفله صغيره من غير ذنب. اخدت الاريا بعضها واستحلفت له دوران هو التاني ومشيت، وده معناه انها هي اللي بعتت السلسله لسيرسي. ومن وقتها قال جيمي لسيرسي انه هيروح يجيب مارسيلا من هناك من عندهم غصب عن اي حد مهما كلفه الامر ومن غير ما ياخد جيش ولا حاجه. طب ازاي بقى؟ جيمي راح لبرون مساعد تيريون القديم وقال له انا عاوزك في مهمه معايا لدورن، ويا اما تيجي معايا وتساعدني وقتها هجوزك واحده كبيره المقام وعندها قلعه كبيره جدا، يا اما ترفض وفي الوقت ده مش هتتجوز اصلا، بل وكمان ممكن تحصل لك حاجات انيل. فبرون ما كانش عنده حل غير انه يسمع كلام جيمي وراح معاه على دورن. عامة النهارده بقى يا سيدي هو يوم جواز تومين الملك الجديد على مارجري تايريل، ويعني الحفله كانت على الضيق اصلا بما ان اخوه جوفري لسه ميت من قريب. الفكره هنا هي ان مارجري اتجوزت تومين من هنا وبدات تسم دماغه على امه عشان يخليها تسيب العاصمه وترجع لكاستل روك واللي هي بالمناسبه مدينه اللانسترز الاصليه. وفعلا تومين تاني يوم بدا يلمح لامه انها تسيب العاصمه. يا صديقي صدقني لما اقول لك ان تومين طيب جدا وضعيف لاقصى ما تتخيل، لدرجه ان لو واحد امر ان هو يسيب العرش والا يشتمه عادي جدا ممكن يسيبه له حرفيا، وامه كانت عارفه ده كويس جدا جدا. عشان كده راحت لمارجري وفضلت تتكلم معاها شويه لغايه ما فهمت ان البنت دي مش سهله خالص، بل هي عاوزه تحكم كل حاجه وترمي سيرسي. بس هل دي كانت كل المشاكل بتاعت سيرسي؟ بالعكس يا صديقي، من فترة كده دخلت جماعة دينية غريبة العاصمة. الجماعة دي اسمهم جماعة العصافير، اسم ضعيف لكن الجماعة دي مش ضعيفة بالمرة. الجماعة دي ما كانش بيهمها لا ملك ولا جنود ولا غيره، كانوا ماشيين في شوارع العاصمة بيسنوا القوانين على مزاجهم، لغاية ما آخر حاجة عملوها وهي انهم مسكوا الكاهن الأكبر وخلوه يمشي في الشارع عريان حرفيا لغاية ما رجع للمملكة. وهم عملوا له كده لأسباب كتير زبالة عملها الكاهن ده من ورا الكل. طبعا الكاهن كرامته اترمت في الارض بعد الحركه دي، قام راح لسيرسي والمجلس كله وطلب اعدام جماعه العصافير.
قامت سيرسي عملت ايه؟ قامت حبساه هو وراحت تاخد رضا الجماعه دي. وهتفهم ليه دلوقتي. الجماعه دي كانوا عايشين في الاماكن اللي فيها الفقراء بتوع العاصمه، فتلاقي المكان هناك صعب شويه. المهم لما وصلت سيرسي هناك قابلت الكاهن الاكبر الرئيس بتاع الجماعه. سيرسي قالت للراجل ده انها حطت الكاهن في الحبس لانها عارفه انه راجل قذر. بس الفكره هنا يا صديقي هي ان سيرسي عملت كل ده بس عشان تبين للكاهن الاكبر انها بتحترم جماعتهم جدا، لانها حرفيا مش هتقدر عليهم دلوقتي، وكمان عاوزه تستغلهم، وهتفهم ازاي دلوقتي. عامه احترمها الراجل ده شويه فسابته سيرسي ورجعت للقصر بتاعها. بس هل متخيل ان خلصت كده الليله يا صديقي؟ بص اللي حصل. سيرسي لما رجعت للمملكه قامت طلبت الكاهن الاكبر اللي عندها وقالت له انا بحترم الدين جدا جدا، وعندي ثقه كبيره انك انت ومجموعتك هتقدروا تحموا الدين من كل الناس الزباله اللي هنا، وعشان كده انا عملت امر ملكي بتسليحكم في المدينه واعطائكم السلطه اللازمه عشان تربوا اي حد يتعدى على الدين. الفكره هنا يا صديقي ان القرار ده كان اسوأ قرار عملته سيرسي في حياتها كلها، واكيد هتندم عليه. الناس دي لما اتسلحت وخدت سلطة التحكم نزلوا في الشوارع وفضلوا يقتلوا في بائعين الخمور وبيوت الدعارة وكل الناس اللي عندها انتماءات أخرى زي السير لوريس تايريل أخو مارجري واللي اتقبض عليه بالتهمة دي. فحرفيا هم بيعملوا الصح، بس الطريقة وحشة جدا جدا، مذبحة بالمعنى الحرفي يا صديقي. طبعا لما لوريس أخو مارجري اتقبض عليه راحت أخته مارجري على طول للملك تومن وقالت له أخويا مقبوض عليه ليه؟ فقال لها والله ما أعرف، أنا زيك بالظبط. فقالت له قوم روح شوف أمك لأنها أكيد السبب. فعلا اخدته من بعضه وراح لامه وقال لها انت ازاي تقبضي على اخو مراتي من غير ما تقولي لي؟ فقالت له سيرسي هو انت شايفني حبست حد؟ قال لها لا. قالت له خلاص روح شوف اللي حبسه، انت ملك برضه والكل هيسمع كلامك. وفعلا اخدته من بعضه وراح لمعبد المدينه واللي موجود فيه الكاهن الاكبر، ولسه هيحاول يدخل قام ليه ان رجاله الكاهن واقفين ومانعين حد يدخل. رجاله تومن كانوا عاوزين يقتلوا الناس دي كلها، بس تومن من كتر خوفه قام قال لهم لا يعني ما ينفعش احنا في معبد برضه، وراح اخد بعضه ورجع برضه على مارجري. وقال لها والله انا رحت له بس لقيته بيصلي 7 آلهة، يعني حاجه غريبه وده هياخد وقت طويل جدا لغايه ما يخلص صلاه لكل دول، فبعدين هروح له تاني. مارجري في الوقت ده كانت هتنفجر من العيل ده اللي مش عارف يعمل حاجه، اما اتاخدت بعضها وجاري عشان تكلم جدتها اولينا وتتصرف فيا. نهدى بقى شويه ونروح نبص على تيريون لانستر وصل فين. تيريون يا صديقي لسه في نفس العربيه وفي طريقه لدينيريس مع لورد فاريس. تيريون زهق من العربيه دي لانهم حرفيا ليهم ايام كتير فيها، فنزل شويه مع فاريس في مدينه كده كانت في طريقهم اسمها فولانتس، وهناك فضلوا تيريون وفاريس يتمشوا في الشوارع يمين وشمال ويمين تاني وشمال تاني، وكل ده عشان تيريون يغير جو، ويا ريته ما غير لانه فجاه اختفى من جنب فاريس وراح يعمل حمام من غير ما يقول له. طبعا فاريس جري عليه وما لقيهوش. ليه؟ لان الحاج راح يعمل حمام واول ما خلص هوب قام حد خطفه من ورا. مين اللي خطفه؟ جورا مورمونت مساعد دينيريس اللي طردته الجزء اللي فات لما عرفت انه زمان كان جاسوس عليه، وهتفهم ليه هو خطف تيريون دلوقتي. المهم ان جورا اخد تيريون وركب معاه على مركب واخده وراح على دينيريس تاني. تيريون كان سمع عن جورا مورمونت قبل كده كتير وهو في العاصمه، فمن الوصف فهم ان ده جورا وانه هنا لان الملكه نفته بعد ما عرفت انه كان جاسوس عليها، وهو حاليا خاطف تيريون عشان يوديهولها كهديه يمكن ترضى عنه. وتيريون على فكره حاول يكلم كتير جورا مورمونت لكن جورا ما كانش عاوز يسمع منه اي حاجه وكمل ماشي برضه بالمركب اللي هم فيها. واثناء ما هم ماشيين عدوا على مدينه مدمره خالص من سنين طويله اسمها فاليريا. فهم ماشيين اتفاجئ تيريون لما شاف التنين بتاع دينيريس الاسود بيحلق في السماء، وهو اتفاجئ على فكره لانه اول مره حرفيا يشوف تنين اصلا بالحجم ده. الفكره هنا ان تيريون مش بيلحق اصلا يتفاجئ وبيلاقي فجاه ناس كتير هجمت على مركبهم وكان عندهم مرض التحجر، فقال له جورا اوعى تخليهم يمسكوك، وفضلوا هما الاثنين يحاولوا يقتلوهم لغايه ما تيريون وقع في الميه وكان هيموت، بس في المجمل يعني جورا انقذه. العبرة هنا هي ان جورا للأسف لمس حد فيهم واتصاب بالمرض ده وهيبدأ يزيد عنده بالتدريج. عامة يعني جورا ما اهتمش واخد تيريون برضه وكملوا على دينيريس. دينيريس يا عزيزي كالعادة لسه في مدينة ميرين ومقررتش لسه تسيب المدينة وتروح على ممالك السبعة وتحتلها. طب ليه؟ لان زي ما انا قلت لك قبل كده فالمدن اللي قبل ميرين اللي احتلتها دينيريس قبل كده تمردت تاني، ودينيريس بعتت اخر مره ليونكاي داريون نهارس المساعد بتاعها عشان يحررها ولسه مرجعش. بس هل دي بس المشاكل؟ للاسف لا. انت عارف طبعا ان ميرين كانت مدينه تجاره وتعذيب العبيد، بس من بعد دينيريس كل ده خلص. وقتها في مجموعه غريبه ظهرت اسمها اولاد
هاربي، واولاد هاربي هم مجموعه من الناس بتقتل العبيد او جيش الانصارد بتاع دينيريس او اي حد في المجمل بيحب دينيريس. طبعا دينيريس لما عرفت بالمصيبه دي ما سكتتش، بل خلت جيش الانصارد نفسه يلف في المدينه عشان يحمي الناس كلها لغايه ما تلاقي هي حل. عامة النهارده بقى رجع ميرين داريو نهارس بعد ما اخيرا قدر يرجع يونكاي تاني تحت امره، وطبعا اول ما رجع عرف مشكله اولاد هاربي، فعلى طول اخد داريو جراي وورم اللي هو قائد جيش دينيريس ونزل بيه في الشوارع ومرضيش يرجع تاني لدينيريس غير لما قفش واحد من اولاد هاربي دول. في اللحظه دي دينيريس كانت عاوزه تقتل الراجل ده وتوصل رساله لاولاد هاربي عشان يخافوا، لكن باريستون سيلمي قال لها ما تحاوليش تقتلي حد من الاسياد، بل وريهم رحمتك، لان كل ما تقتلي حد كبريائك هيزيد وهم كمان نفس الكلام. فسمعت كلامه دينيريس وسابت الشخص ده موجود في الحبس. بس وقتها جه واحد من العبيد مع شويه من صحابه وقتلوا الراجل ده وهو محبوس في السجن. طبعا دينيريس اتعصبت جدا من الحاج ده وسالته عملت كده ليه؟ فقال لها لانك كنت عاوزه تقتليه لكن مساعدينك قالوا لك لا، ده غير انهم قتلونا كتير ويستحقوا ده. فطلعت دينيريس قدام شعب ميرين كلهم اسياد كانوا او عبيد وقطعت راس الراجل ده قدام الكل كعقابا ليه عشان تبين قدام الكل ان مفيش حد هيعمل حاجه غلط من غير عقاب. في اللحظه دي الكل اتعصب وكل واحد حس بالظلم من ناحيه معينه، وفضلوا يضربوا في بعض الاسياد والعبيد، فاخدوا الحرس دينيريس ورجعوها على هرم عشان تبقى في امان. دينيريس ما كانتش مرتاحه للكلام ده وكانت زعلانه جدا من نفسها لانها حاسه انها بتحكم غلط، فحبت تقعد لوحدها شويه يمكن تلاقي حل، فطلعت الكل بره. بس فجاه سمعت دينيريس صوت بره، فطلعت لقيت دروجون اكبر تنانين دينيريس واقواهم، ففرحت جدا لانها دورت عليه كتير، لكن دروجون كان باين عليه مش عارف ام دينيريس خالص وسابها ومشى. تاني يوم كان اليوم المشؤوم يا صديقي. ليه؟ لان تاني يوم جه هزدار، وده انا مش فاكر انت فاكره كويس ولا لا، ولكن يعني هو واحد من الاسياد بتوع المدينه بس بيحب يساعد دينيريس من وقت للتاني. هزدار قال لدينيريس ان المدينه هتولع لو ما اتصرفتيش، العبيد والاسياد هياكلوا بعض، لازم تحاولي تخليهم يعملوا تقاليدهم بشكل رسمي، وهنفهم يقصد ايه تقاليد يعني قدام. اما في الوقت اللي هزدار بيتكلم فيه ده فعلا اولاد هاربي كانوا بداوا يتحركوا ويقتلوا في كل رجاله دينيريس يمين وشمال وفي كل حته، وكمان استدرجوا جراي وورم ورجالته اللي عندهم عشان يقتلوهم. وفجاه لقي جراي وورم نفسه محبوس وسط كميه كبيره من اولاد هاربي، فبداوا هو وجنوده يقتلوا فيهم واحد ورا التاني وضربه يمين على ضربه شمال، رجاله جراي وورم كلها اتقتلت الا هو كان مصاب بس. وفجأة كان باريستون معدي من الحتة دي وعرف باللي حصل فجروا بسرعة عشان يساعدوه. وانا قلت لك قبل كده ان باريستون سيلمي هو محارب قوي جدا، فضل يضرب فيهم يمين وشمال واتصاب كتير لغاية ما خلاص اخر واحد كان عايش في اولاد هاربي كان هيذبحه. قام جه جراي وورم من وراه وقتله، فوقع هو وباريستون وهما الاتنين مغمى عليهم من كتر الاصابات. وللاسف يا صديقي جراي وورم فضل عايش، ولكن باريستون سيلمي مات موتة محارب شريف وقوي. طبعا دينيريس اتعصبت جدا وكانت عاوزه تقتل الكل، وجالها هزدار تاني عشان يعزيها، فامرت دينيريس بحبس كل كبار عائلات المدينه واللي من ضمنهم هزدار. دينيريس اخدتهم كلهم وراحت بيهم عند المكان اللي حابسه فيه تنانينها الاتنين، وقالت لهم هتعترفوا مين اللي بيقود اولاد هاربي والا كلكم هتموتوا. وعشان تثبت لهم انها جاده قامت خلت تنانينها تحرق واحد من اسياد قدام الكل، وفعلا الكل اترعبوا بس ما رضيوش يعترفوا باي حاجه، فاكيد يعني اكيد دينيريس ما كانتش تقتل الكل، قامت امرت الحراس بحبسهم بما فيهم هزدار. دينيريس في اللحظه دي كانت قاعده مع ميساندي المساعده بتاعتها وقالت لها شوري عليا اعمل ايه عشان الم الاسياد والعبيد ويبقوا واحد وما يبقاش فيه طبقات. فقالت لها خليهم يمارسوا تقاليدهم عادي جدا. فاخدت دينيريس بعضها وراحت لهزدار وقالت له انا هعيد فتح حظائر القتال عشان هي من عادات اهل المدينه والحاجه اللي بتجمع بين الاسياد والعبيد، ولكن مفيش حد هيبارز في حظائر القتال دي غير الاحرار بس مفيش عبيد. فرح جدا هزدار لان كده الامور هتهدى شويه اكيد، بس فاجأته دينيريس اكتر لما قالت له وكمان هتجوزك انت عشان انت من كبار الاسياد وبكده هنهدي الكل اكيد. وقامت سابته ومشيت. عامة على الناحية التانية فتيريون لسه هو وجورا برضه في طريقهم لميرين مدينة دينيريس، ولكن المختلف المرة دي هو ان جورا وتيريون بقوا بيتكلموا كتير لدرجة ان تيريون عرفوا انه اصلا هربان من سيرسي والمملكة كلها عشان قتل ابوه تايوين وانه رايح اصلا لدينيريس، بس برضه كمل جورا بيه عشان عشمان لو جابوا لدينيريس مربوط يمكن تديله رضاها. واثناء ما هم ماشيين فجأة طلعوا عليهم تجار عبيد وثبتوا جورا وتيريون، وللاسف جورا ما كانش معاه سيفه في الوقت ده فاتقبض عليهم كلهم. تاجر العبيد ده كان ناوي يقتل تيريون لان ملوش لازمه ويبيع جورا وبعدها هيروح على ميرين لانه سمع ان حظائر القتال اتفتحت تاني هناك بامر من دينيريس،
فبدأ تيرين يستخدم ذكائه وقال له على فكرة انت حظك حلو جدا، اللي قدامك ده وهو يقصد جورا اعظم واحد يعرف يحارب في العالم ده، اديله سيف وهيكسب لك كل المباريات لو انا معاه. فوافق التاجر واخدهم، بس ما راحش بيهم على ميرين، بل راح على السوق وباع جورا وتيرين لواحد من اسياد ميرين عاوز مقاتلين لحظيرة القتال عشان يشارك بيهم. فعلا اخد الراجل ده جورا وتيرين وكم واحد تانيين وراح بيهم على الحظيرة. الحظيرة يا صديقي لو ما تعرفش هي ايه، هي عبارة عن مكان الناس بتقعد فيه تتحارب، واللي بيعيش بيبقى هو اللي فاز واللي بيموت فبيموت. الفكرة هنا ان في الوقت ده الكل اخد سيف ودرع وخوذة عشان يجهز نفسه، فبينما جورا كان بيجهز سمع صوت دينيريس بره، فبص من بعيد ليها فعلا بره مع هيزدار الراجل اللي المفروض هي هتتجوزه بعدين. في اللحظة دي جورا قام اخد سيفه وطلع وقع كل المحاربين اللي بره اللي كانوا بيتحاربوا عشان يخلي دينيريس تعجب بيه شوية. بعدها لما فاز قام قلع الخوذة بتاعته قدام دينيريس وقال لها انا جايب لك هدية، ولسه دينيريس هتقول لهم مشوه من هنا قام دخل تيرين وراه وقال لها انا تيرين لانستر هدية جورا. في اللحظة دي دينيريس اخدت جورا وتيرين على جنب وفضلت تتكلم معاهم. تيرين كان مقنع بشكل مش طبيعي، وكلنا عارفين ان تيرين ذكي اصلا، فبمجرد كام كلمة اقنعها انه هيقف معاها ضد عيلتها وكمان هيساعدها في عمل التحالفات لما توصل للممالك السبعة ويستروس. ولكن بالنسبة لجورا فبرضه اصرت دينيريس انه يمشي ويسيبها، فاخدوه الحرس وطلعوه بره وهو حزين. وصدق او لا تصدق يا عزيزي، فجورا حب دينيريس حب مش طبيعي. بما ان الحب اعمى رجع تاني جورا للراجل اللي اشتراه قبل كده وقال له رجعني اقاتل باسمك وانا هجيب لك النصر، ما تنساش انا اول ما دخلت الحظيره خلصت على كل المقاتلين فانا احسن خير ليك. وفعلا وافق الراجل ده وضمه تاني. عامة تاني يوم كان يوم القتال في الحظيره الكبيره قدام الكل، بمعنى اصح في جماهير بالمئات حاضره النهارده بما فيهم دينيريس وجوزها المستقبلي هيزدار ومساعديها داريو وميساندي واخيرا تيرين. يا سيدي بتبدا المباراه الاولى ودينيريس بيكون مش عاجبها الحل نهائيا لانها اصلا وافقت على حظائر القتال غصب عنها عشان عرفت انها من عادات ميرين اللي بيتفقوا عليها العبيد والاسياد وهي نفسها يتجمعوا مع بعض. بس عامه كملت فرجه لغايه ما خلصت الجوله الاولى. المشكله بقى كانت في الجوله الثانيه لان اللي بيشارك فيها هو جورا، واللي برضه بالمناسبه دينيريس شافته فجاه. دينيريس في اللحظه دي كانت عاوزه تقول لهم يلغوا المباراه ويطلعوا جورا من هنا عشان ما يتاذيش، لكنها ما رضتش تنزل كلمتها واصرت تخليه يكمل. جورا محارب قوي وشجاع جدا، ولكن الجوله الثانيه كانت مليانه محاربين اقوياء جدا فحرفيا كان هيموت، بس الحمد لله فاز في الاخر ولسه هيحيي دينيريس مسك رمح ورماه عليها فجاه على واحد من اولاد هاربي اللي كان جاي يقتل دينيريس من ظهرها. وفجاه بيبصوا كل حواليها لقيوا اولاد هاربي انتشروا في كل حته وبداوا يذبحوا في الكل وعاوزين يقتلوا دينيريس بالذات. جورا بسرعه راح لدينيريس واخد منها السماح وبعدها نزل بيها مع الكل وفضلوا يحاولوا يهربوا، بس كل البيبان كانت مقفوله واولاد هاربي في كل حته، والموضوع كان صعب جدا لدرجه ان دينيريس تم حصارها مع عدد كبير جدا من اولاد هاربي وخلاص مفيش مفر. لغايه ما فجاه جه دراجون تنين دينيريس العملاق وفضل يقتل ويحرق في كل اولاد هاربي ويدافع عن امه دينيريس. بس برضه اولاد هاربي كانوا كتير وفضلوا يرموا على التنين الرماح كتير لغايه ما كانوا ممكن يقتلوه. قامت اخدت دينيريس التنين وركبت عليه وامرته انه يطير بيها من هنا، وفعلا اخدها دراجون وطار بيها لبعيد جدا. واللي حصل ده اخدوا اولاد هاربي بعضيهم وهربوا هم كمان. بعد اللي حصل قعدوا جورا وداريو وتيريون مع بعض يفكروا دينيريس ممكن تكون راحت فين، وفجأة دخل عليهم جراي وورم واللي كان تعبان بالمناسبة زي ما احنا شايفين دلوقتي من آخر عراك كان فيه. ففي اللحظة دي قرروا داريو وجورا انهم يروحوا يدوروا على دينيريس ويرجعوها، اما جراي وورم فلازم يقعد هنا في المدينة عشان يحاول يسيطر عليها، وفي نفس الوقت تيريون يساعده في ده بدماغه. بس يا عزيزي طلعوا داريو وجورا وتيريون كان بص عليهم من فوق وزعلان انه ما راحش معاهم، وفجأة بيبص وراه لقي فارس صديقه الوحيد واصل اخيرا لميرين. والصراحه ما تعاتبوش اصلا ولا اي حاجه، لان لو انت مركز قوي فانت عارف ان فارس اصلا عنده جواسيس كتير، فكان من البدايه كده عارف حكايه تيريون كلها من قبل ما يجيله حتى، بل وكمان قال له دلوقتي انه هيساعده في اداره المدينه. طب لحظه، هي فين دينيريس اصلا؟ دينيريس بعد ما اخدها التنين دراجون فهو فضل طاير بيها فتره لغايه ما بعد جدا عن مدينه ميرين وراح نزل بيها وسابها هناك. فكانت دينيريس عاوزاه يقوم عشان يوصلها، لكنه كان متعب جدا بسبب اصاباته الاخيره فما رضيش يتحرك. بس دينيريس ما رضيتش تسكت، بل اخدت بعضها ومشيت وقررت انها تحاول توصل بنفسها. بس هوب لقيت دينيريس في وشها عشائر الدوثراكي بيهجموا عليها من كل حته، وبدون مقدمات اخدوها كرهينه. وهنعرف ايه مصير دينيريس معاهم في الموسم الجاي.
اما سانسا على الناحيه التانيه فكانت لسه زي ما هي ماشيه مع لورد بايليش ورايحه معاه من غير سؤال على مكان قال لها انها هتكون فيه مرتاحه. وفي نفس الوقت على الناحيه التانيه بريان كانت ماشيه مع بودريك كالعاده لغايه ما ريحوا في مطعم، وهناك شاف بودريك ان لورد بايليش وسانسا قاعدين وراهم. بريان اول ما عرفت الحته دي قامت راحت لسانسا على طول قدام بايليش وقدمت لها فروض الطاعه، وقالت لها ان امها كاتلين قبل ما تموت وصتها على بناتها وانها هنا عشان تحمي سانسا وبس. طبعا بايليش ما عجبوش الكلام ده خالص، قام قال لبريان بس اللي اعرفه هو انك خدمتي زمان الملك رينلي براسيان ومات، وخدمتي كاتلين وماتت، فايه اللي يخلينا نثق فيك اصلا في حمايه سانسا؟ وسانسا بما انها طفله فكانت موافقه الراي برضه ومش عاوزه بريان خالص. فبريان لسه هتاخد بعضها وتمشي قام خلى بايليش رجالته يقتلوها عشان ما تعرفش حد هم فين. فبسرعه طلعت بريان على بره جري مع بودريك وركبوا احصنتهم ومشوا من هنا خالص. وقتها حراس بايليش راحوا وراهم وفضلوا يجروا على بريان وبودريك لغايه ما قدرت بريان تهرب منهم. وفي اللحظه دي لمحت بريان بايليش وسانسا وهم ماشيين وعرفت كمان هم رايحين فين. وفجاه لاحظت ان ايه ده بودريك مش هنا، فجريت عليه على طول وانقذته من الحارس اللي كان خلاص هيقتله. بعدها راحت اخذت بودريك وراحوا على طول ورا سانسا. سانسا بعد شويه ماشي مع بايليش اكتشفت انه رجعها الشمال موطنها الاصلي وينترفيل. سانسا استغربت ان بايليش جايبها هنا، فقال لها بايليش انت تعبت كتير من الهرب من مكان لمكان لمكان ولازم ترجعي بلدك الام وينترفيل عشان تحكمي من هناك. فقالت له بس روز بولتن اللي قتل اخويا عايش هناك. فلا ما روز بولتن طلب ايدك مني لابنه رمزي وانا وافقت. سانسا فضلت تبكي وقالت له مستحيل تعمل فيها كده. فقال لها انا مش هغصبك على حاجه ولكن ده الافضل ليكي لو مش عاوزه تهربي تاني. سانسا فعلا كانت زهقت من الهرب يا صديقي وهي طفله صغيره عندها 14 سنه بس. فاخدت بعضها وراحت مع بايليش عند عيله بولتن، وهناك سيون كان لسه عبد عند رمزي وكل يوم عماله تثبت له الايام ان رمزي ده مختل عقليا من كميه الناس اللي بيصحى الصبح كده يروح سالخهم لاسباب تافهه حرفيا. وفي اليوم ده قال روز بولتن لرمزي احنا مش عارفين نتحكم في الشمال لانهم دايما موالين لعيله ستارك، وعشان كده انا قررت اجوزك سانسا وهي جايه النهارده عشان نتم الجواز. وفعلا بعد شويه وصلت سانسا ويا ريتها ما وصلت، لانها لما وصلت هناك كان في ترحيب جميل من روز وابنه وكانت المعامله لطيفه جدا في الاول. لكننا عرفنا بعدين ان بايليش الكلب كل اللي عمله ده عمله عشان يبيع سانسا لروز بولتن مش اكتر. عامة بعد شويه جت رساله لبايليش من سيرسي بتأمره يجي لها بسرعه العاصمه، فاخد بعضه وخلع وساب سانسا. والعلم يعني خد لبالك ان بريان وبودريك كانوا بيتتبعوا بايليش من زمان وشافوه هو وسانسا وهم داخلين على وينترفيل، فضلوا واقفين بره ومستنيين عشان يشوفوا طريقه يساعدوا بيها سانسا. فاثناء ما هم مستنيين بره لقوا بريان وبودريك واحد من سكان وينترفيل في احدى الاستراحات اللي كانوا قاعدين فيها. فلان بريان عارفه ان كل وينترفيل والشمال ولاهم لعائله ستارك قامت بعتت رساله معاه لسانسا. الرساله دي بقى وصلت لسانسا عن طريق الخدامه اللي عندها في القصر، وقالت لها ما تخافيش حبايبك كتير جدا، لو كنت في مشكله روحي ولعي شمعه عند شباك البرج بتاع المدينه وحد هيجي ينقذك. سانسا استغربت من كلامه وما كانتش عارفه مين حبايبها دول اصلا، فاخدت بعضها وراحت للبرج ده وفضلت سرحانه فيه شويه ومش عارفه مين ده اللي بيحاول يحميها. في الوقت ده دخلت على سانسا واحده بتحب رمزي معرفش على ايه الصراحه وغيرانه عليه كمان من سانسا واسمها ميريندا. ميريندا فضلت تحكي شويه مع سانسا، بعدها اخدتها عند بيت الكلاب وخلتها تشوف اخوها المتبنى سيون جريجوي وهو نايم جنب الكلاب وحالته زي الزفت. طبعا سانسا ما قدرتش تستحمل تشوفه بالشكل ده ومشيت وهي متاكده ان رمزي ده اللي هتتجوزه مختل عقليا. طبعا سين لانه حرفيا بقى خاضع وعبد راح قال لرمزي ان سانسا شافتني، فطلب رمزي سانسا تيجي تاكل معاهم هو وروز بولتن ومرات روز بولتن نفسها اللي يعني مش لازم نعرفها اصلا. ففعلا جت وفضلوا يحكوا مع بعض وياكلوا مع بعض، وفجاه دخل عليهم سيون وهو بيقدم لهم المشروبات والاكل. فوقتها الرمزي انت عارفه ان سيون لما احتل وينترفيل زمان انا خدته وعزلته لان عرفت انه قتل اخواتك الاطفال الاتنين، وده طبعا مش حقيقي، بس سانسا رغم انها كانت مغلوله من سيون لانها فاكراه ان هو قتل اخواتها بجد الا انه برضه صعب عليها. عامه بعد الاكل قعد رمزي يتكلم مع روز ابوه لانه في مصيبه حصلت، وهي ان ستانيس براسيان حاشد جيشه في النايت ووتش وقريب جدا هيهجم على وينترفيل ويحتلها، لان وينترفيل هي الطريق اللي قدام ستانيس عشان يروح بعدها للكينجز لاندنج. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب لحظه تعال نشوف النايت ووتش وستانيس عشان نفهم روز بيتكلم عن ايه بالظبط ونعرف كل حاجه. في النايت ووتش فجون كان عادي جدا بيدرب الناس اللي هناك، وفي نفس الوقت سام كانت جنبه جيلي البنت اللي سام بيحبها.
بس هل نسيت ان ستانيس هنا؟ لا اوعى تنسى ان كان في حرب في الجزء اللي فات بين الهمج والنايت ووتش، وستانيس جه انقذ النايت ووتش نفسهم. المهم ستانيس يا سيدي استدعى جون وقال له انا حاليا عرفت ان اللورد روز بولتن اللي قتل اخوه كروب احتل وينترفيل والشمال كلها، وانا ناوي اروح دلوقتي ارجع المدينه دي لانها في طريقي للعاصمه، ولكن الاول محتاج مساعده الهمج. الهمج هما بني ادمين عاديين، ولكن الحظ خلاهم اتولدوا بره السور. انا عاوزهم يحاربوا معايا، وانا لو فزت هخليهم يعيشوا في اراضي كتيره جدا. جون وقتها قال له بس مانس قائده ما يرفض. قال له ما دي مهمتك، انك تخليه يوافق قبل الليل والا هحرقه قدام ناسه، وانا عرفت انك بتحترمه جدا فساعده بدل ما اخلص عليه. وقتها جون نزل لمانس وعرض عليه عرض ستانيس، لكن مانس رفض جدا انه يركع لحد ولا حتى يحارب بناسه مع حد، وقال له مهما حصل مش هوافق. فطبعا ما عرفش جون يقنعه فسابه ومشى. بس يا سيدي بيجي الليل فبيطلع ستانيس مع جنوده مانس عشان يتحرق قدام تورموند المساعد بتاعه وكم واحد تاني اسير من الهمج. وفعلا وقف مانس على محرقة وبدأت ميليساندرا الساحرة بتاعت ستانيس تحرقه. رجالة مانس كانوا زعلانين جدا عليه حتى جون، لدرجة ان جون ما استحملش يشوفه بيتعذب بالشكل ده وراح اخد قوس وضربه سهم في قلبه وخلص على عذابه ده. فتاني يوم جاب ستانيس جون وقال له انت خالفت القانون وما كانش ينفع تقتل انت مانس، كده الهمج مش هيحترموني. فقال له جون هما كده كده مش هيمشوا وراك بل ورا واحد منهم. فقال له ستانيس انا محتاج احتل الشمال الاول، تعالى معايا نحتلها مع بعض واوعدك ان اسمك مش هيبقى جون سنو بل جون ستارك. هو كده يقصد يعني انه هيخليه علنيا من ابناء ستارك الاصليين مش الغير شرعي، دي حاجه ممكن تحصل ولكن يعني باوراق كده ما ينفعش يعملها غير واحد في منصب عالي. طبعا جون اتصدم وراح لسام حكاله، فسام طبعا كان فرحان له جدا. فقال له جون بس هو مش عاوزني غير عشان عارف ان حكام الشمال مش هيرضوا ان حد يحكمهم كلهم غير واحد من عيله نيد ستارك. ولسه هيكملوا كلام قام قطع الحكيم ايمون كل وقال احنا النهارده هنعمل انتخابات عشان نعين قائد جديد للنايت ووتش، مين هيرشح نفسه؟ وقتها واحد طلع رشح اليسير وواحد رشح واحد يعني ما نعرفوش او ملوش لازمه يعني مش مهم، لغايه ما نط فجاه سام في النص وقال بس لحظه جون هو الوحيد اللي يستحق. جون طلع اخد حق القائد بتاعنا من المتمردين زمان وحارب جيش مانس وطلع بنفسه المانس وما كانش خايف ودايما مصلحته هي الاول النايت ووتش. وفعلا وافقوا الكل على وضع اسمه وبدأت الانتخابات وسبحان الله سبحان الله جون فاز وبقى هو قائد النايت ووتش. جون اول ما فاز اول حاجة عملها هو انه راح ورفض عرض ستانيس واللي اكيد زعل جدا بالرفض ده، بس قال له براحتك كده كده بعد اسبوعين هنهجم على وينترفيل ونحتلها بيك او من غيرك، وقام سابه وراح على اوضته. اما جون فبدأ يدير النايت ووتش بما انه بقى القائد الجديد بتاعهم وبدأ يحط الكل في ادوار معينة، والكلام كان بيمشي على الكبير قبل الصغير حتى اليسير، لغايه ما واحد منهم عاند معاه وقال له انت ازاي تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه يا زباله انت، ده انت حتى مالكش عيله واسمك اخره سنو. فقال له جون يعني بتاع سوامري؟ فقال له قام طلعه جون على بره وراح قطع له راسه عشان يبقى عبره لغيره. وصدقني لما اقول لك جون ما كانش عاوز يعمل كده نهائيا، بس هو قتله عشان ما حدش يتمرد على النايت ووتش اصلا. جون بعد فتره من الكلام ده راح للحكيم ايمن وقال له انا عاوز استشيرك في حاجه، انا عاوز اخلي الهمج يعدوا السور ويعيشوا معانا هنا ورا السور، لان جيش الوايت ووكرز هيقتلهم اول ناس وبعدها هيحولهم الوايت ووكرز، واكيد لما جيش الوايت ووكرز يزيد هيبقى ده ضدنا. بس المشكله هنا هي ان اغلب النايت ووتش هيكرهوني جدا لاننا اصلا من كام يوم كنا بنحاربهم. فقال له ايمون اتكل على الله وكده كده هم بيكرهوك اصلا. وفعلا اخد جون بعضه وراح لتورموند واللي كان اسير عنده بالمناسبه زي ما قلت لك من شويه، وقال له جيش الوايت ووكرز كل يوم بيزيدوا واول ناس هيحاربهم هم الهمج، فانا عاوزك تطلع دلوقتي تجيب كل جماعتك وتدخلهم من السور وانا بدوري هامن لهم مكان يعيشوا فيه. فقال له تورموند كلامك صح بس لازم تيجي انت معانا عشان غير كده فممكن عادي جدا رجالتك وانت كمان تقتلونا، لكن وانت معانا محدش هيعمل حاجه. بس يا سيدي اتفقوا الكل وخلصت الليله. وتاني يوم بقى كان اليوم اللي ستانيس قرر يروح فيه يحتل وينترفيل والشمال ويسيب النايت ووتش، فاخد بعضه مع جيشه وراح على هناك وساب النايت ووتش. فاكر يا عزيزي اريا في الجزء الاخير من الموسم الرابع لما قلت لك انها رايحه حاليا على مدينه برافوس عشان تتعلم القتال عند واحد اسمه جاكن اتعرفت عليه قبل كده؟ اهو اخيرا وصلت اريا النهارده مع القبطان، وبمجرد ما وصلها قام سابها ومشى. القبطان نزلها عند مكان اسمه بيت الابيض والاسود. اريا خبطت على البيت ده ففتح لها واحد غير جاكن ومرضيش يدخلها وقفل في وشها، ورغم ان اريا حاولت تخبط كتير الا ان برضه محدش كان بيفتح لها.
ففضلت قاعده هناك فتره طويله جدا قدام البيت ده لمده ايام كتير لغايه ما زهقت، فاخدت بعضها ودخلت جوه المدينه تلقط في رزقها لانها اكيد هتموت من الجوع حاليا. وفي يوم لقيت وراها نفس الراجل ده، فقال لها تيجي وراه، فراحت فعلا وراه لغايه ما رجعوا تاني نفس البيت، وهناك شال القناع من على وشه وطلع انه جاكن. جاكن قال لها انه ما اسمهوش جاكن بل اسمه هو ولا حاجه، بس خلينا احنا يعني مش هنقول كل شويه ولا حاجه ولا حاجه، لا احنا نسميه جاكن افضل. المهم دخلت اريا معاه وكانت عشمانه اول ما تخش ان يبدا جاكن يعلمها القتال، لكنها فضلت تكنس وتمسح في المكان لاسابيع طويله لغايه في مره دخلت عليها مساعده جاكن وفضلت تضرب فيها بالعصايه عشان تختبر صبرها، لغايه ما كانت اريا خلصت تقتلها. قام دخل جاكن وقال لها لو عاوزه تبقي ولا حاجه زي كده لازم تتخلي عن كل اغراضك ومن ضمنهم سيفك ده. وفعلا اخذت اريا كل اغراضها ورمتها في البحر ما عدا سيفها لانه من اخوها جون، فما قدرتش تستغنى عنه بالعربي كده. قامت اخذته وخبته في مكان هي عارفاه ورجعت تاني لجاكن. ومن وقتها يا صديقي وكل اللي اريا بتعمله هو انها بتفضل تغسل جثث ناس ماتت عادي بالمناسبه. بس الفكره هنا هي ان في اوضه كانت دايما جنب المكان اللي بتغسل فيه اريا الجثث، والغريب في الاوضه دي هو ان بعد غسيل الجثث دايما بييجوا شخصين وبياخدوا الجثه دي من قدامها وبيدخلوها جوه الاوضه دي، وممنوع ان اريا تدخل جواها، والغريب ان مفيش حاجه تانية بتطلع منها. بس عامة في يوم واريا نايمه جالها جاكن وفضل يدرب فيها عشان يعلمها ازاي تكذب من غير ما حد يعرف انها كذابه، وازاي في نفس الوقت برضه تكشف الكاذب في لمح البصر. لغايه ما في يوم شافها جاكن من بعيد بتكذب وعارفه تكذب صح جدا، راح في اليوم ده اخدها ودخلها الاوضه الغريبه اللي جنب مكان الجثث. اريا لما دخلت هناك دماغها كان هينفجر حرفيا لانها شافت هناك ابراج كتيره جدا عملاقه مليانه بس بوشوش، واتاري ان كل الجثث اللي بتدخل هنا بيتاخد وشها ويتعلق في المكان ده، وهنفهم ليه دلوقتي. بس المهم حالا هو ان جاكن قال لها انا اعتقد انك جاهزه دلوقتي للمهمه الاولى. جاكن كان عاوز يخلي اريا زيهم، وهتفهم برضه هم ايه دلوقتي. قال لها جاكن في واحد بياخد الفلوس بتاعت الغلابه، فالغلابه دول هيموتوا لو محدش جاب لهم حقهم، وفي الغالب بيروحوا للي زينا واحنا بنجيب لهم حقهم، بالعربي كده يعني بيجيبوا حق الضعيف. فبعتها جاكن على مكان الراجل ده عشان تسمه والعالم يرتاح منه، لكن حصلت حاجه فجاه خلت اريا ما تعرفش تكمل، وهي انها لقيت في وشها حد من المملكه جاي للبنك الحديدي، واللي انا قلت لك بالمناسبه يعني ان هو موجود في نفس المدينه دي قبل كده. بس الفكره ان مش مهم كل الكلام اللي انا بقوله دلوقتي، المهم بالنسبه لنا هو ان اريا شافت واحد من الحرس الملكي جه هو كمان، والراجل ده بالمناسبه اسمه ميرين ترينت، وانا مش عارف انت فاكره ولا لا، بس الراجل ده هو اللي قتل اول مدرب سيوف لاريا زمان جدا جدا، فهي مش ناسياه نهائيا لغايه دلوقتي. فاول ما شافته اريا فضلت تمشي وراهم وتعرف هم قاعدين فين عشان تحاول تقتل الراجل ده. وملحوظه كده على السريع، الراجل ده يستحق القتل حرفيا لانه بيعمل كل حاجه حرام، وعدى فكره الحرام اصلا بشكل مستحيل يا صديقي تتصوره. وفعلا يا عزيزي بدون دخول في تفاصيل كتير قدرت اريا تدخل له في المكان اللي هو قاعد فيه، وده عن طريق احدى الاقنعه اللي كانت عند جاكن في الابراج الكتيره اللي هناك. ودي فايده الاقنعه، لو لبست واحد فيهم بتتحول للشخص نفسه اللي بتاخد منه الوش ده، ما تعرفش بقى سحر قوه خارقه ايه، المهم انه يعني بيعمل كده. عامة اريا لما عرفت عن طريق القناع اللي لابساه تدخل المكان اللي فيه ميرين، قامت على طول فقعت له عينه وفضلت تضربه اكتر من مره بالخنجر، لغايه ما في الاخر قالت له انا اريا ستارك، وقامت دبحه واخدت بعضها ورجعت على المكان اللي قاعده فيه مع جاكن وهي مرتاحه، ورجعت القناع تاني اللي كانت لابساه مكانه. ولسه هتمشي لقيت فجاه وراها جاكن والمساعده بتاعته وهما متعصبين منها. جاكن قال لها خيبتي املي، انا كلفتك بمهمه وانت قررت ما تعمليهاش، بل قتلت واحد مش مطلوب منك تقتليه، فاللي انت عملتيه ده كان غلط ولازم يكون لك عقاب. وهوب خلاها جاكن بطريقه مش مفهومه كده عاميه خالص. وهنفهم ايه مصير اريا اكتر ولكن في الموسم الجاي. تعال بقى نشوف جيمي عمل ايه من بعد ما ساب العاصمه عشان يجيب مارسيلا من مدينه دورن. جيمي انا قلت لك انه راح مع برون، اهم اخيرا وصلوا عن طريق البحر، وبمجرد ما وصلوا لقوا في وشهم مجموعه من جنود دورن. في الاول جيمي وبرون حاولوا ان هم يضحكوا عليهم ويقولوا لهم انهم تايهين، بس الجنود كانوا عاوزين يقبضوا عليهم برضه ويحققوا معاهم، فبداوا الكل يضربوا في بعض وضربه يمين على ضربه شمال، قدر برون مع جيمي يقتلوهم كلهم واخدوا بعضيهم وكملوا على القصر الملكي. في نفس الوقت ده وعلى الناحيه الثانيه الاريا مرات الامير اوبرين اللي مات زمان راحت لبناتها، واللي يعني هم ما تقدرش تقول انهم بناتها كلهم، لان هي البنت اللي واقفه جنبها دي بس هي بنتها من اوبرين، لكن التانيين هم بنات اوبرين ولكن من واحده تانيه غيرها. المهم يعني انها بتتفق معاهم انهم يحاولوا يخلوا دورن تخش في حرب مع مملكه
لان الملك مش ناوي يحارب من غير سبب رئيسي. فقالت واحده من البنات لالاريا انها عرفت ان جيمي لانستر هنا، فامرتهم الاريا انهم بسرعه يروحوا حالا يخطفوا مارسيلا قبل ما يعمل كده جيمي. وفعلا ده اللي بدأوا يعملوه. وفي نفس اللحظه دي على الناحيه الثانيه جيمي كان وصل مع برون عند مارسيلا واللي كانت واقفه بالمناسبه مع خطيبها. المهم ان جيمي قال لها انت لازم تيجي معانا حالا يا مارسيلا، ولسه هياخدها جم بنات الاريا وبداوا يتحاربوا مع برون وجيمي. وصراحه يا صديقي البنات دول كانوا اقوياء جدا وشاطرين في القتال بشكل مش طبيعي، بس في المجمل يعني بيجوا حراس الملك وبياخدوهم كلهم وبيقبضوا عليهم. ملك دورن كان ملك حكيم جدا وعارف انه لو قتل جيمي هيقوم حرب ملهاش اول من اخر، فجاب جيمي وفهم منه انه اصلا جه عمل كل ده عشان جالهم تحذير من الاريا بقتل مارسيلا. فسامحوا طبعا وقرر يبعت معاه مارسيلا من غير اي مشاكل، وفي نفس الوقت قال ان هو كمان هيبعت معاه خطيب مارسيلا واللي هو ابنه بالمناسبه عشان يكمل عقد الجواز هناك. وبس يا سيدي الكل فرح، لكن الاريا كانت تتشل من الغيظ وحلفت برضه لا تنتقم من الكل. فبعد شويه لما كانت خلاص مارسيلا ماشيه ورجع مع جيمي على المملكه، راحت الاريا ودعتها وسابتها تمشي. وبس كده اخد جيمي مارسيلا ومشى بيها مع برون ورجعوا على المملكه. في الوقت ده مارسيلا كانت فرحانه جدا لانها راجعه، وفضلت كمان تحضن في خالها جيمي وهي فرحانه جدا. بس فجاه لقي جيمي مارسيلا بتنزل دم من مناخيرها وماتت. وهنا بنعرف ان الاريا قدرت قبل ما تمشي مارسيلا بطريقه ما انها تسمها عشان تحرق قلب سيرسي. سيرسي حاليا يا سيدي كانت قاعده في العاصمه مع بايليش، واللي لسه واصل بالمناسبه للعاصمه بعد طبعا ما باع سانسا لعائله بولتن. بايليش قال لسيرسي انت عارفه ان سانسا رجعت بطريقه ما كده لوينترفيل، وحاليا هي هتتجوز رمزي بولتن، وده معناه ان الشمال هيبقى بتاعهم وممكن ينقلبوا عليك عادي جدا. سيرسي اول ما سمعت كده كانت عاوزه تبعت لهم جيش يبيدهم من على وش الارض، لكن بايليش قال لها لا، احنا هنستنى شويه لغايه ما يجي جيش ستانيس براسيان وهو خلاص جاي، ونخليهم يموتوا بعض واحنا في الاخر نروح نخلص على اللي يفوز فيهم لانه هيبقى ضعيف جدا وقتها. فوافقت سيرسي وسابته ومشيت. بس مش بايليش بس اللي وصل النهارده المملكه، بل كمان اولينا جدة مارجري، واللي وصلت بعد ما بعتت لها مارجري رساله بان اخوها لوريس اتقبض عليه بسبب سيرسي. طبعا اول ما جت اولينا فضلت تحاول تتناقش مع سيرسي، بس سيرسي فضلت تنكر ان ليها اي علاقه بموضوع الجماعه الدينيه اللي حبسوا لوريس. فسابتها اولينا ومشيت وهي بتفكر هتعمل ايه، بس هي مش محتاجه تفكير كتير حاليا لان النهارده برضو كان ميعاد المحاكمه بتاعه لوريس. فراحوا المحاكمه دي اولينا ومارجري وتومن الملك وسيرسي واكيد طبعا لوريس المذنب نفسه. وقتها فضل الكاهن الاكبر يسال لوريس عن حاجات كتير عملها حرام فانكر. فجابوا بعد كده مارجري وقالها تشهدي ان اخوكي صادق وما عملش اي حاجه حرام، فقالت لهم فبعد ما خلصت شهادتها دخلوا واحد كان شغال في مكان كده مش ولا بد، واعترف ان لوريس مذنب ومارجري شافته قبل كده وعارفه. فوقتها قام عمل ايه الكاهن الاكبر، قام حبس لوريس وبالمره كمان مارجري لانها شهدت زور، وكل ده قدام تومن وهو برضه خايف ومش عارف يعمل حاجه. وفي نفس الوقت سيرسي فرحانه جدا جدا باللي بيحصل ده، وولينا مش عارفه تعمل حاجه. في الوقت ده تومن كان حزين جدا ومش راضي ياكل نهائيا، وده كله لانه حاسس انه قليل الحيله رغم انه ملك السبع ممالك. امه في اللحظه دي حاولت تخفف عنه، لكنه قال لها انا هروح للكاهن الاكبر ده وهكلمه، ولو ما وافقش يطلع مارجري ولوريس هقتله. فقالت له سيرسي لا ما تروحش انت، انا هروح لهم بنفسي دلوقتي وهحاول اطلعهم. وهي طبعا بتقول الكلام ده وخلاص عشان يعني تسكت ابنها وبس. وهي راحت على فكره، ولكن راحت عشان تشمت في مارجري، واللي اول ما دخلت سيرسي عليها لقيتها قاعده وسط قذاره وهي نفسها حالتها بقت وحشه جدا جدا. في اللحظه دي فضلت تشمت فيها شويه وبعد كده سابتها وطلعت للكاهن وسالته هتعملوا فيها ايه وفي اخوها. فقال لها الكاهن هتتعمل لهم محاكمه قدام الناس كلها وهنقرر وقتها. في اللحظه دي سيرسي كانت خلاص عادي جدا ماشيه من المكان. فقال لها الكاهن لحظه، انت عارفه من فتره جالي واحد من طرفك قال لي ان اولادك كلهم جم من حرام. وفجاه ظهر من ورا الكاهن الشخص اللي قال له المعلومات دي وهو لانسل لانستر. ومش عارف انت فاكر الراجل ده ولا لا، بس هو ابن عم سيرسي وفي نفس الوقت كان زمان تقدر تقول الحارس الشخصي بتاعها، فعارف كل قذوراتها. سيرسي لما شافت لانسل كانت عاوزه تهرب بسرعه، فجت لها واحده طويله شويه من ورا ومسكتها وراحت رميها في السجن جنب مارجري على طول. الست الطويله دي فضلت كل شويه تيجي لسيرسي في زنزانتها وتقول لها تعترف بذنبها. فطبعا سيرسي مش بتعترف باي حاجه، فبتفضل تعذب فيها اكتر واكتر، وكانت بتمنع عنها الاكل والشرب لدرجه ان سيرسي حرفيا شربت من الميه الواقعه على الارض من كتر العطش. حرفيا سيرسي اتمرمطت خالص خالص، وفضلت على الحال ده لفتره طويله جدا لغايه ما خلاص ما بقتش قادره. قامت طلعت الكاهن الاكبر وقالت له انا هعترف بذنوبي، وفعلا اعترفت بيهم.
فقال لها الكاهن تمام، انت دلوقتي اعترفتي لكن لسه ما تعاقبتيش عشان ترجعي قصرك. وقام خلى الست الطويله واللي نقدر نقول كده عليها راهبه خلاها تحلق شعر سيرسي وتهنها شويه. وتاني يوم طلعها قدام المعبد قدام الكل، وقال قدام الكل تهم سيرسي، وقال كمان ان عشان يتم العفو عنها فلازم تبقى كما ولدتها امها وتمشي وسطكم لغايه قلعتها وهي حافيه. سيرسي ما كانتش عاوزه تعمل كده طبعا، بس هي كانت عاوزه توصل للقلعه باي شكل ممكن. ففعلا نفذت الاوامر وفضلت ماشيه بين كل الناس وهي بتسمع الاهانه والشتايم وحاجات كتير تانيه بودنها. وصدقني يا صديقي سيرسي في اللحظه دي اتهانت اكبر اهانه في حياتها، شتايم كتير جدا ورموا عليها اكل وشرب وكمان قرف وحاجات كتير جدا. وهي فضلت برضه ماشيه رغم كل ده لغايه ما اخيرا وصلت للقلعه. فاول ما دخلت على طول اداها الحكيم قايبرن لبس جديد وقال لها معلش كلهم هيتربوا، وراح ظهر من وراها فجاه ذا ماونتن. ولو ما تعرفش يا صديقي فمن الموسم اللي فات المفروض ان ذا ماونتن مات، لكن قايبرن ليه ان فيه لسه الروح بس شبه ميت، ففضل شغال يعالج فيه لغايه ما خلاه مسخ بالشكل ده محدش يقدر عليه. وفعلا اخد ذا ماونتن سيرسي وحلف انه هيرد لها كرامتها، ودخل بيها على اوضتها ولسه مش عارفين سيرسي هتربي الكل ازاي. تعالى بقى نقف هنا شويه ونروح على وينترفيل عشان هناك الدنيا بتولع. النهارده يا صديقي في وينترفيل هو يوم جواز سانسا على ريمزي، واللي هياخد سانسا من ايدها للعريس هو سيون، واللي اكيد من الجزء اللي فات فاحنا عارفين انها كرهاه جدا، بس في المجمل يعني اخدها سيون ووداها لعريسها. حرفيا لما سالوا سانسا موافقه على ريمزي كانت هتموت وتقول لا، بس من خوفها قالت موافقه. ويا ريت ما قالت، لان من دلوقتي اشتغلت تاني عقليه ريمزي السايكوباسيه في التعذيب. مسك ريمزي سانسا في اوضتهم وفضل يعذب فيها بكل الطرق الممكنه، وكل ده قدام سيون اللي امره انه يفضل قاعد ويتفرج عليه وهو بيعذبها. من هنا بتعدي الايام وسانسا بنلاقيها قاعده بتبكي لان ريمزي حرفيا يوميا بيعذبها، لغايه ما في مره كان جايب لها سيون الاكل فطلبت منه يهربها عشان مش قادره تستحمل اكتر من كده، وقالت له ان في ست قالت لها قبل كده لو ولعتي شمعة عند البرج حد هيجي وينقذك. وفعلا اخد منها سيون الشمعة بس راح بيها لريمزي وقال له كل حاجة سانسا عايزاها، وده لانه زي ما قلت لك قبل كده هو بقى عبد ذليل مطيع لريمزي مهما كان. وقتها جاب ريمزي سانسا قدامه وراها الست العجوزة اللي كانت هتساعدها وهي متعلقة ومسلوخة كليا، وبعدها رجعها تاني على اوضتها. وبعد شويه دخلها سيون تاني بالاكل، فاكيد مش محتاج اقول لك انها كانت متعصبه منه جدا لدرجه ان الكلام جاب كلام ووقع سيون بلسانه وقال لها انه ما قتلش اخواتها الصغيرين بل هربوا منه لما احتل وينترفيل زمان. ففرحت سانسا وقلبها حن شويه على سيون وعلى اللي هو فيه حاليا. نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا جدا. ستانيس وصل بجيشه على وينترفيل وكان معسكر هناك، بس المشكله ان الجو حاليا كان برد بشكل مش طبيعي، والعلم ده برد بوادر شتاء مش الشتاء الاصلي، بس مازال برضه برد وبرد شديد جدا كمان. وبالتالي ناس كتير سابت ستانيس واحصنه كتير جدا ماتت وناس كتير كانت بتعاني. فوقتها ميليساندرا الساحره بتاعت ستانيس قالت له الحل الوحيد عشان تفوز هو اننا نحرق حد من دمك، وهي هنا تقصد شيرين بنته الغلبانه. طبعا ستانيس اتعصب جدا وراح على طول طردها من خيمته. في الوقت ده على الناحيه التانيه ريمزي كان قاعد مع ابوه بيخططوا ازاي يخلصوا على ستانيس وجيشه. فروس كان عاوز يسيبهم يجوعوا بره ويبردوا من التلج لانهم كده كده مش هيعرفوا يخترقوا اسوار وينترفيل، لكن ريمزي قال له لا انا هاخد 20 راجل بس وهخلص على اغلب الجيش. وفعلا الموضوع مش بياخد وقت كبير وفجاه بنلاقي بالليل المعسكر بتاع ستانيس جزء كبير منه بيولع. طبعا طفوها بعد شويه لانها ما كانتش كبيره قوي، ولكن اضرار الموضوع ده كانت كبيره جدا جدا جدا، لان النار اكلت كل اكل الجنود وقتلت مئات الجنود وكمان الاحصنه. فحرفيا ستانيس بالشكل ده بيخسر بالبطيء ومش عارف يعمل ايه. في اللحظه دي ستانيس ما كانش عنده حل تاني، قام امر السير ديفوس يرجع للنايت ووتش ويطلب منهم المساعده بالاكل والشرب والاحصنه. فرغم ان ديفوس كان عاوز يقعد مع ستانيس الا انه غصب عنه وافق، وقبل ما يروح راح لشيرين بنت ستانيس وودعها واعطاها لعبه عملها لها هديه. بعد ما مشى ديفوس راح ستانيس لبنته وفضل يحكي معاها شويه، بعدها اخدها وهي كلها رعب واعطاها لميليساندرا عشان تحرقها يمكن فعلا يفوز. ستانيس يا صديقي راجل كويس، بس زي ما قلت لك مشكلته انه ماشي ورا ساحره ما تعرفش ربنا. شيرين فضلت تستنجد بابوها وامها، لكن بما انهم هما الاتنين مغيبين فما عرفوش يعملوا لها حاجه، وماتت البنت الغلبانه دي على امل ان ستانيس كده يفوز في الحرب. الفكره هنا هي ان فعلا بعد اللي حصل ده التلج قل خالص والجو بقى افضل، بس عادي يعني صدفه، ولكن عد معايا بقى اللي مش صدفه بجد. ستانيس لما لقي الجو حلو كده قام امر بالتحرك على وينترفيل.
فجاله واحد من رجالته وقال له ان للاسف نص الجيش هرب واخد معاه كل الخيول حرفيا. وفي نفس الوقت قالوا لستانيس ان مراته شنقت نفسها حزنا على بنتها. ستانيس زعل جدا جدا، بس اللي زود الزعل والقهر اكتر واكتر هو انه ليه فجأة واحد من رجالته بيقول له ان ميليساندرا هربت من المعسكر لانها لقيت ان الحرب دي حرب خسرانه. ستانيس مرضيش يوافق بالكلام ده كله واخد بعضه برضه وراح على وينترفيل. في وينترفيل بقى سانسا قررت انها لازم تهرب، فصنعت لطافه كده قدرت سانسا تطلع من اوضتها من غير ما حد يحس بيها، وراحت اخدت بعضها وعلقت شمعه في البرج عشان بريان تيجي لها المفروض. بس مش عاوز اصدمك الصراحه واقول لك ان بريان لسه حالا ماشيه لما لقيت ان مفيش فايده من انتظار اشاره من سانسا، وكمان شافت جيش ستانيس جاي على وينترفيل ففقدت الامل. ستانيس لما راح ناحيه وينترفيل كان فاكر ان الموضوع هيطول، بس هوب لقي جيش عملاق من رجاله روز بولتن بقياده رمزي دخلوا على ستانيس ورجالته، وفي خلال لحظات كانوا خلصوا عليهم كلهم لانهم كانوا قليلين ومعهمش اي عتاد. ستانيس كان اخر واحد صامد تقريبا من كل جنوده، ورغم تعبه الكبير جدا الا ان اي حد كان بيفكر يجيله كان بيقتله لغايه ما خلاص تعب وسلم انه هيموت. وهو في الوقت ده شافت بريان ستانيس وهو مرمي فراحت له. قالت له بريان انا انتظرت اللحظه دي من مده طويله جدا عشان انتقم لاخوك رينلي اللي قتلته بسحرك وانا كنت الحارسه بتاعته. وراحت طلعت بريان سيفها وخلصت على ستانيس. وعلى الناحيه الثانيه سانسا لما ما لقيتش حل من الشمعه قامت اخدت بعضها وحاولت تهرب، فجت لها مين؟ جت لها البنت ميريندا اللي بتحب رمزي واللي قلت لك معرفش ليه، وكانت عاوزه تقتلها وكان وراها سيون. فسيون حس ان اخته هتموت قام زق ميريندا من فوق فوقعت ماتت، وبسرعه قام اخد سانسا ونطوا من فوق اسوار وينترفيل على التلج عشان يهربوا ويروحوا على النايت ووتش عند جون. اما في النايت ووتش فانا قلت لك قبل كده ان جون عمل اتفاق من الجزء اللي فات مع تورمند عشان يخليه يجيب الهمج ويخليهم يعدوا السور عشان وايت ووكرز ما يموتوهمش ويزودوهم كجيش ليهم. اهو دلوقتي يا صديقي هو الوقت اللي هيطلع فيه جون مع تورمند لبره السور، بس قبل ما يمشي اعطى القياده لاليسير لغايه ما يرجع، وكمان اخد من سام شنطه مليانه خناجر من اللي هي بتقتل الوايت ووكرز. بعدها اخد جون بعضه ومشى. وللاسف ما كملناش حاجه بسيطه، وتاني يوم الحكيم ايمن تعب جدا جدا ومات، والعلم هو مات طبيعي من غير اي سبب. طبعا الكل زعلوا عليه وعملوا له كمان جنازه، واثناء الجنازه دي قال اليسير لسام صحابك بيقلوا واحد ورا التاني وقريب محدش هيعرف يحميك خلي بالك. وهو بيقول له كده لان سام كان السبب ان جون يبقى هو القائد بداله. فطبعا سام كان قاعد مرعوب جدا وخايف على نفسه هو وجيلي. بس مش دي المشكله الحقيقيه يا صديقي، المشكله كانت مع جون. جون طلع مع تورموند وصديقه اد وخلاص وصلوا اخيرا للمكان المتجمعين فيه كل الهمج. لما وصل جون مع تورموند الناس هناك كانت عاوزه تقتل جون، بس على طول تورموند دخل جوه وعمل اجتماع مع قاده عشائر الهمج وقال لهم كالاتي: الوايت ووكرز قربوا يوصلوا لنا وجون حاليا هو قائد النايت واتش وهيسمح لنا بالعبور عشان تبقى عندنا حياه افضل ونبقى جاهزين كلنا عشان نحارب الوايت ووكرز. القاده في الوقت ده كانوا مش واثقين في جون نهائيا، بس تورموند وعدهم بان الكلام ده مش كذب فصدقوه كلهم، حتى كمان اخر عملاق عايش هو التاني وافق. وبس يا سيدي بدأوا الكل يلموا حاجتهم عشان يركبوا مراكب كان جايبها جون كمساعده من ستانيس عشان يجيب بيهم الهمج لورا السور. خلاص يعني الموضوع كان تمام والسفن بدأت تتملي وخلاص قربت تخلص، لغايه ما فجأة الصمت حل في كل حته، ومره واحده بص جون على الجبال اللي هناك فلقي ان في حاجات كتير بتنزل منها، وهوب لقيوا الكل في وشهم جيش عملاقه من الوايت ووكرز. في الوقت ده الكل حاولوا يستخبوا ورا سور كانوا الهمج عاملينه هناك، ولكن السور ما استحملش واتكسر. والفكره هنا هي ان الناس لسه بتركب ولسه في الاف ما ركبوش. فجريوا تورموند وجون واد صديق جون على الوايت ووكرز وفضلوا يحاربوا فيهم يمين وشمال، حتى العملاق بدأ يحارب ويهرس في الوايت ووكرز هنا وهناك، لغايه ما فجأة ظهر واحد من الوايت ووكرز الاقوياء وبدأ يتحارب مع جون. والراجل ده كان قوي جدا لدرجه انه خلاص كان هيقتل جون لا محال، لغايه ما فجأة مسك جون السيف اللي عطاهوله جيور مورمنت زمان لو تفتكر، وفجأة قدر جون يقتل الوايت ووكرز ده وهنفهم ازاي قدام. المهم دلوقتي بسرعه جه ايد عشان ياخد جون ويمشوا، ولسه خلاص هيمشوا لقيوا قائد الوايت ووكرز بيرمي عليهم الاف مؤلفه تاني من الوايت ووكرز. فبسرعه اخد جون تورموند وايد ومشوا من المكان خالص، رغم ان لسه كان في الاف مؤلفه من الهمج لسه موجوده، ولكن الوايت ووكرز قتلهم كلهم. فضل جون ماشي في الميه ولاحظ ان قائد الوايت ووكرز والوايت ووكرز نفسهم بيخافوا من الميه، ودي حاجه لازم تركز فيها ومش راضيين يجوا وراهم في الميه نهائيا. بس المشكله هنا هي ان فجاه قائد الوايت ووكرز رفع ايده فصحيوا كل الوايت ووكرز اللي فضلوا الكل يقتلوهم من شويه
وكمان الهمج اللي قتلوهم الوايت ووكرز. وبكده جيش الوايت ووكرز كبر اكتر واكتر وازداد بعد ما ضموا لهم الاف من الهمج، وجون من الناحيه التانيه في قمه رعبه. عامة بعد فترة كبيرة وصل جون مع كل الهمج للسور. الفكرة هنا هي ان جون بص على السور لان اليسير موقف الجنود في حالة استعداد للحرب، فوصل له جون راح رجع في كلامه وفتح للكل الباب. بس يا صديقي عدوا الهمج للناحية التانية وكل حاجة تمام، بس في المجمل يعني خلص اليوم على خير. وقعد جون يتكلم مع سام. جون قال لسام ان الجيش بتاع الوايت ووكرز كبر جدا، وانا صدمت لما لقيت ان السيف اللي اداهوني جيور مورمنت زمان قتل الوايت ووكرز. فقال له سام ممكن بسبب انه مصنوع من معدن الفاليريان. ممكن فعلا، بس دي مشكله برضه لان الممالك السبعه ما فيهاش من المعدن ده غير نادر بس، وحتى زجاج التنين اللي المفروض بيقتل الوايت ووكرز مش عارفين نجيب خامته منين. فاثناء الكلام ده قال سام لجون انا عاوزك تبعتني على اولد هوم، وده مكان يا صديقي هنتعرف عليه الموسم الجاي، ولكن في المجمل يعني سام عاوز يروح هناك عشان يتعلم الطب وغيره من العلوم، وفي نفس الوقت لانه حاسس ان جيله ابنها هنا مش في امان نهائيا. فرغم ان جون مش عاوز يخسر حد تاني لسه بيحبه، الا انه في الاخر وافق وبعت فعلا سام تاني يوم. بعد فتره مش كبيره كان وصل السير ديفوس للنايت واتش وبدا يحاول يقنع في جون ان يديله اكل وخيول عشان يستانس، ما هو يا عيني ما يعرفش انه مات. بس فجاه دخلت النايت واتش الساحره ميليساندرا. الساحره جالها ديفوس وهو حزين جدا ومقهور وقال لها كلهم ماتوا ستانس وحتى شيرين. من غير كلام كتير سابته ومشيت، وبكده عرف ديفوس الإجابة وهو كله حزن وحسرة. اما عدى جون الموضوع لأنه أصلا ما كانش يعني له بحاجة. وآخر الليل جاله واحد من نايت واتش وقال له واحد من الهمج جالنا هنا وهو موجود بره حاليا، وقال إنه عارف مكان عمك بنجن ستارك اللي طلع من مدة ومحدش عارف هو فين. جون أول ما سمع كده راح عشان يشوف مين الراجل ده بسرعة يمكن يلاقي أخيرا عمه. بص قدامه ليه قبره ومكتوب عليه خاين، فلف لقي مجموعه كبيره من رجاله النايت واتش مجهزين خناجر ونزلوا كلهم في جون طعن، لغايه ما للاسف جون سنو مات بالخيانه. وبيخلص الموسم الخامس ولسه في حاجات كتير مش معروفه، واكيد هنعرفها في الموسم الجاي. بس كده سلام.